مساء الخير البنات او صباح الخير وقت ما تشوفوا الفيديو. الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جبت لكم تحلية بزاف بنينة وكريمية واللي هي بالوزة الفراز القسنطينية. يحطوها في صنيوة السماط تاعهم في مناسباتهم وتجي خفيفة ومنعشة، والمكونات تاعها بسيطة، أي وحدة تقدر توفرهم في دارها. وطريقة تحضيرها جبتها لكم بأسهل طريقة وبدون تعقيدات. إذا عجبكم محتوى قناتي نتمنى ديروا جام وبارطاجيو الفيديو باش يوصل الفيديو إلى أكبر عدد ممكن من الناس، واللي مش مشترك يشترك في القناة ويفعل زر الجرس كي يصلك كل جديد من القناة. بلا ما نطول عليكم نروح إلى تطبيق الوصفة. عندي المكون الأساسي في الوصفة وهو عصير الفراز. أنا هنا حطيت 250 غرام من معجون الفراز أو الفراولة، وزدت معها 400 مليلتر من الماء، يعني لازم يكون عندي وزن 650 مليلتر من عصير الفراز أو عصير الفراولة. واللي ما عندهاش مربى الفراولة أو عصير طبيعي تجيب عصير صناعي من برا ما تحطش السكر تاع برا، راح تكون فيه نسبة كبيرة من السكر وتجينا التحلية بزاف حلوة. نجيبو كاسرونه كيما راكم تشوفوا هكذا، نحطو 650 مليلتر تاع عصير الفراوله كيما راكم تشوفوا تاعي هكذا، ونزيد معاهم 2 ملاعق ونصف من النشا. نحطو كل شيء بارد في بارد، ما نحطوهاش فوق النار، ومن بعد نزيدو الاضافات. نزيد معاهم ملعقتين من السكر، ما راحش نزيد اكثر من هذا السكر على خاطرش العصير تاعي ديجا راهو حلو نوعا ما. وهنا جاتني الحلاوه موزونه، نزيد معاها لاغوم تاع الفراوله باش نحافظ على اللون الاحمر الجميل. نخلط كل شيء مع بعض كما راكم تشوفوا هكذا. انا هنا نخدم كل شيء بارد في بارد، نخلط مليح السكر والنشا حتى يذوبوا مليح باش نحطه فوق النار. الهدف من هذه الخطوة باش تجينا الكريمة تاعنا كريمية وما فيهاش كتل تقلقنا كي نجو ناكلوها. والاضافه تاع لاغوم تحبوا تزيدوها تحبوا ما تزيدوهاش، انا حبيت نديرها باش نحافظ على اللون الاحمر فقط. نخلط مليح المكونات مع بعضها البعض. بعد ما تجانست المكونات مع بعضها البعض وزدت عليها ربع كاس من الماء ورد. ما تعرفوا البالوزة او الكريمات القسنطينية لازمها ماء ورد. نحط الخليط تاعي فوق النار كما راكم تشوفوا، نقعد نخلط مليح حتى يعقد لي الخليط كما راكم تشوفوا. الوصفه سهله جدا واي وحده تقدر تديرها في دارها بدون تعقيدات، في افراحها وفي مناسباتها تجي بزاف بنينه وخفيفه. نتمنى تجربوها في مناسباتكم العائليه. اعذروني على هذا الصوت، راني شويه مقريبيه. نخلط مليح المكونات كما راكم تشوفوا حتى نشوفها بدات تعقد. كيفاش تعرفوا البالوزه تاعكم باللي صاي بدات الطيب؟ كي تلقاو اللون تاع البالوزه كما راكم تشوفوا دركا راهو في الاحمر الفاتح. هنا مازال النشا تاعي مازال ما طابش مليح. تقعدوا تخلطوا فيها حتى تعقد البالوزه تاعكم او الكريمه الفراوله تاعكم. صدقوني بزاف بنينه وخفيفه، خاصة كتزيدي لها ماء الورد راح يزيد لها نكهة اخرى. كما راكم تشوفوا القوام تاع الكريمه تاعي بدا يختار شويه كما راكم تشوفوا هكذا. شوفوا بدات تعقد. نكمل الخلطه تاعها مليح كما راكم تشوفوا حتى اللون بدا يتنحى هذاك البياض تاع النشا، يعني النشا تاعنا بدا يطيب وبدات تظهر فيها اللمعه كما راكم تشوفوا. شوفوا ما شاء الله. هذه القسنطينيات يديروها في خطباتهم او المناسبات العائليه او المناسبات الدينيه عندهم في صنيوه تاع السماط تاعهم. حبيت نجرب هذه البالوزه معاكم، جاتني ما شاء الله بنينه وخفيفه وتبرد على القلب في هذه السخانه. كما راكم تشوفوا البالوزه تاعي نقدروا نقولوا راهي
طابت نخليها برك تهز الغلية. كي تهز الغلية تاعها نطفي عليها النار. كما راكم تشوفوا راهي بدات تدير في النبابل تاعها. نخليها حوالي 5 دقائق تدير النبابل ونطفي عليها النار. بعد ما كملت الطياب تاعها طفيت عليها النار وجبت لي فيرين اللي راح نحط فيهم مباشره وهي سخونه. نحطها في لي فيرين ونخليها تبرد مليح. ما نقدرش نديكوريها وهي سايله هكذا، لازم حتى تبرد مليح وتشد روحها. الكميه تاع العصير تاعنا 650 مليلتر من العصير الفراوله. دار لي 6 ليفيرين كما راكم تشوفوا هكذا، جات ما شاء الله الكميه معتبره. كما راكم تشوفوا الخطوات تاعها جد بسيطه وفي وقفه ديريها باش تبردي على قلبك في هذا الصيف مع هذه السخانه. ربي يكون في العون ان شاء الله. نخليها تبرد، ندخلها للفريجيدار ونخليها تبرد. من بعد نجو نديكوريوها. الديكور يبقى على ذوقك وامكانياتك. بعد ما بردت لي البالوزه تاعي او كريمه الفراوله تاعي، حطيت لها من الفوق كميه من معجون الفراوله نحلو مليح كما راكم تشوفوا هكذا باش يعطيني المنظر تاعو ويبين لي باللي انا هذه خدمتها بالمعجون الفراز او الفراوله. نكمل لي فيرين تاعي كما راكم تشوفوا هكذا كامل. كما قلت لكم في اول الفيديو، اللي ما تقدرش او ما متوفرش عندها الفراز او الفراوله الطازجه او الكونفيتير تاع الفراوله، تقدر تستبدلوا باي عصير من ذوق الفراوله وتخدمي به عادي. ما تزيديلوش السكر، نسبه السكر حتكون عاليه فيه. وما تزيديش تاني الماء، وزيدي عليهم ماء ورد والنشا فقط وكملي الخطوات عادي. بعد ما بردت لي مليح كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل النهائي للتحليه تاعنا او البالوزه تاعنا. زينت المنتصف بمعجون الفراوله والحواف زينتهم بالفو بيستاش، وفي المنتصف حطيت ورد الشوش. كما راكم تشوفوا التحليه تاعنا عاطيه منظر، جات ما شاء الله. اللي يشوفها عندك يقول راهي سقامتلك بزاف، ميفا اقتصاديه 100%. نتمنى تجربوها في افراحكم ومناسباتكم العائليه. دوكا نجي نوري لكم لا تكستير تاع البالوزه تاعنا او كريمه الفراوله تاعنا. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله، كريميه وبنينه، فيها ريحه الفراوله او الفراز وفيها ريحه ما ورد وفيها واحد اللمعه، جات ما شاء الله. وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله في وصفات اخرى.